زحت منهم ليه؟ عرفنا نفسك؟ جاد مصطفى عبد الحميد بدوي، تاجر. اكبر تاجر فوانيس في اسماعيليه بتاع صوت. انا شايف الفوانيس المصري والحاجات الستايل الاسلامي. مهنتنا وتجارتنا اللي هي المهنه نفسها بتاعتنا. يعني انا شايف ان السنه دي الفانوس المصري منتشر عن الفوانيس الاجنبيه. السنه الجايه هتبقى المهنه الاساسيه في الدنيا كلها. يعني في الناس بدات ترجع تصنع فوانيس تاني. الله يفتح عليك. وطورنا برضك الفانوس المصري وعملناه كهرباء وشغال كهرباء. تمام. لو قلت لك متوسط الاسعار بتاعت الفوانيس المصريه عن الفوانيس يبدا من الاجنبيه؟ اول 10 جنيه. في من 10 جنيه لحد 10 15 20 في لغايه 800 جنيه. طب مقارنه بالاسعار الاجنبي؟ وشغال قريبين لبعضهم، مش بعيد برضه. يعني مش بعيد قوي؟ لا قريبين لبعض. انه الاغلى؟ شغالين المستورد اغلى شويه. وفي الصاج الفانوس المصري برضك عشان اللحام والكلام ده اغلى شويه برضه. تمام. انا في فوانيس خشب برضو مصريه كده جبناه بس كان التقفيل بتاعه وحش فما رضيناش نشتغل فيه. تمام. يعني بس عامه مصر مكتسح السوق السنه دي. الله يفتح عليك. تمام. وليه زبون اساسي اللي هو مش عاوز غير الفانوس الصغير. واللي هناك ده اللي كان اللي هو 45 في 35. بس احلام